ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عايزه اقول لكم بقى فيديو النهارده جميل كده وسريع، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. جوله حلوه جدا في وسط البلد، يا رب تعجبكم. عايزه اقول لكم بقى انا بحب جدا 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 وسط البلد، وبحب كده شوارعها والمباني بقى اللي هناك كده، وبحس كده براحه نفسيه جميله جدا. يعني المباني هناك والبيوت كده حاجه كده يعني مريحه للنفسيه، والله بجد تحفه. فبجد بجد يعني من احلى الاماكن اللي بحب اروحها وسط البلد. طبعا بقى انا كده رحت هنا بازوكا في وسط البلد، ده في مول طلعت حرب. تدخليه هتلاقي فيه بازوكا موجود جوه. عايزه اقول لكم بازوكا بتاعت وسط البلد الطعم هناك في حتة تانية خالص، بجد تحفة. غير الفروع التانية اللي انا عملت لكم فيها ريفيوهات، بجد 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 لا يقارن ببازوكا وسط البلد. يمكن انا هقول الصراحة بجد يعني بازوكا الفرع اللي هي الافرع التانية احنا جبنا منها كذا مرة وما صورتلكوش، بس كانت يعني الطعم مش قد كده، بالذات العروض اللي بينزلوها. انما بازوكا وسط البلد الطعم في حتة تانية خالص، مش عارفة ايه السبب يعني. يعني أنا لما روحت طعمها بجد تحفة. عايزة اقول يا ريت بس هما يهتموا ببقية الفروع التانية زي فرع وسط البلد. شو انا بحب اقول لكم الصراحة، يعني لما تبقى حاجة كويسة بقول لكم كويسة، حاجة مش كويسة بقول لكم مش كويسة. عايزة اقول لكم بقى كده خدت لكم جولة كده على محلات اللبس في شوارع وسط البلد، عاملين خصومات 50%. كل المحلات بتاعة اللبس عاملة خصومات 50%. واللبس هناك جميل جدا الصراحة، ولبس الأطفال كمان تحفة بجد، حلو قوي 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 يعني. اللبس هناك وكل حاجة هناك هتعجبكم جدا. انتي كفاية بس تتمشي كده في شوارع وسط البلد، بجد راحة نفسية. كده بقى خدتلكوا جولة. عايزة اقولكوا انا كنت مصورة لكم يعني فيديو كان طويل جدا، انا جيت اتصدمت من التليفون، كنت بصور ولقيته مش بيصور، مفهوش مساحة، ومقاطع كتير جدا جدا اتمسحت. فوالله ده يعني ده الفيديو صغير بس، معلش ان شاء الله اعوضهولكوا في فيديو تاني باذن الله. كل ده كده محلات اللبس اللي انا صورتها لكم. عايزة اقول لكم بقى بجد يعني البيوت والعمارات في وسط البلد تحف معمارية بجد. بصوا بقى، عايزة اقول لكم كانت في زحمة كبيرة جدا عند بلبن وعند كرم الشام ووهمي. بصوا شايفين الناس قد ايه؟ بجد بجد يعني كانت زحمة زحمة متعرفيش تمشي بجد. بس عايزة اقول لكم يعني كرم الشام برضو حاجته جميلة جدا. عايزة اخدكم بقى كمان عندي سموزي، رحنا عندي سموزي بارادايس، تجربتي بقى معاه عايزة اقول لكم. هتشتروا هناك بجد بجد اجمل كوباية عصير فريش ممكن تشربوها في حياتكم. بيعمل سموزي مانجا وسموزي ليمون بالنعناع. سعر الكوباية 40 جنيه. حلوة جدا جدا بجد، من اروع العصاير اللي في وسط البلد. وكمان ولادي بقى طلبوا اللي هو البانكيك. البانكيك تحفة 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 بجد، عليه تفاح وموز وفي بانكيك، وتحط عليه كمان من على الوش كده نوتيلا، ده ب60 جنيه اللي انت شفتوه في الفيديو ده معايا. عايزة اقول لكم بجد روعة. ده كمان ده العبد جبنا منه ايس كريم من ضمن المقاطع اللي اتحذفت. يعني كنا روحنا عند العبد برضو وصورت لكم هناك، وجبنا ايس كريم. وولادي جابوا مخبوزات برضو، حاجات من جوه من عنده. فللأسف المقطع ده اتقطع. عايزة اقول لكم بقى يعني سينما راديو وشارع الألفي وشارع 26 يوليو ومطاعم جاد وحاجات كتير 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 بجد، والعبد وحلويات العبد. يعني انا بعشق بجد وسط البلد، والله يا جماعة انا بحبها جدا وبرتاح نفسيا كده. يعني من الاماكن والله المريحة لقلبي بجد. يعني الناس اللي هم حبايبنا اللي قاعدين برا مصر، يمكن لو هم احسن مكان فكروا ينزلوا يعني جولة كده سياحية في مصر، يعني انا يعني انا يعني ايه بشجعكم تشوفوا وسط البلد، برجح لكم وسط البلد بجد حلوة جدا جدا. شايفين المباني وشايفين البيوت وحاجات كده، تحسوا يعني تراث كده بجد يعني. بجد مصر ام الدنيا، بلد الحضارة والله بجد يعني. مصر حلوة قوي قوي قوي، فيها اماكن كتير حلوة قوي قوي بجد. كده خلاص بقى، بصوا كده انا بصور لكم الشوارع كده واحنا ماشيين.
والمحلات. عايزه اقول لكم انا سموزي يعني لازم تجربوه تحفه بجد. يعني انا روحته انا روحت وسط البلد كتير بس كنت اول مره اجيب منه الصراحه. كنت على طول لما بروح بجيب للولاد ايس كريم من العبد وكده، فجربته اول مره اجربه النهارده قلت اقول لكم عليه. حلو جدا جدا وبجد العصاير هناك تحفه. كده بقى احنا مروحين، فمعلش بقى كده الفيديو وهو صغير بس زي ما قلت لكم في مقاطع كتير اتمسحت مني، معلش ما كانش عندي مساحة على التليفون. فما تنسوش بقى كده تشجعوني بقى بلايك واشتراك للقناة عشان ارجع تاني اصور لكم فيديوهات تانية كتير. هتوحشوني بقى لحد الفيديو الجاي ان شاء الله، ويا رب كده يكون الفيديو عجبكم وتكون الجولة عجبتكم. بصوا بقى انا كنت بصور لكم كده وانا ماشيه على الكورنيش. بصوا ده الكورنيش بقى والنيل، منظر تحفه بجد. وعربيه حمص، شايفين عربيه حمص الشام اللي واقفه دي؟ بجد مصر بالليل يعني حاجه تانية، بجد مصر تحفه. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه، توحشوني لحد الفيديو الجاي. مع الف سلامه. باي باي.